اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول، وقبل ما أبدأ القصة عايزة أقول لكم إنها حقيقية، ويلا بينا نبدأ قصتنا. السلام عليكم، أحب أعرفكم عن نفسي. أنا اسمي ميرا، وفي يوم كنت عند صاحبتي معها ونزلت لقيت خطيبي محمد. كويس إنك جيت عشان شيماء زميلتي عايزة تروح عند مامتها في العين السخنة، وأنا قلت لها نروح نوصلها. بقول لك إيه، أنا مش عايز أسمع سيرتها تاني، سامعة ولا لأ؟ إيه الكلام الهبل اللي أنت بتقول عليه ده؟ من إمتى أصلا أنت بتقول لي صاحب مين وما صاحبش مين؟ وبعدين هو أنت مش لاقي غير شيماء وتقول عليها كده؟ دي أكتر واحدة قريبة مني. بس أنا مش عايزة أسمع سيرة البني آدمة دي تاني، سامعة ولا لأ؟ بقول لك إيه يا محمد، لو سمحت ما تتدخلش بيني وبين أصحابي، وبعدين شيماء مش هقدر أعيش من غيرها، أنت فاهم ولا لأ؟ بس بقى حرام عليكي، أنا عمري ما كنت أتوقع إن أنت كده، دبلتك أهي وكل واحد يروح لحاله. هي حصلت للدرجة دي؟ خلاص ماشي براحتك، مع السلامة. وبعدها هو شغل الفيديو المنشور على الفيسبوك. شيماء كانت لابسة فستان فرح وميرا لابسة بدلة. انت مش عارفة يا بنت انا مبسوطة قد ايه ان احنا اتجوزنا، وانا كمان يروح الروح. وبعدها دخلوا أوضة، وفي الوقت ده روحت ميرا وهي عمالة تعيط. هو انت اللي كان يا قلة الأدب تيجي هنا تاني؟ انت ما تعرفش انا هسود عشتك ازاي. ارجوكي بقى يا ماما سيبيني بالله عليكي، انت ما تعرفش حصل ايه. لا يا اختي عرفت، محمد اتصل بيا وقال لي انه قال لك كل واحد يروح لحاله، وليه حق بصراحة بعد الهبل اللي انا شفته ده. محمد مين ده اللي انت تفكري اصلا اني ممكن انزل دماغ عليه؟ لا خالص، انا زعلانه عشان شيماء راحت عند مامتها في العين السخنه وهتسيبني طول الفتره دي لوحدي. هو يا بنت انت عبيطه ولا ايه؟ ايه الكلام الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ هو من امتى وانت كده؟ انطقي. امال اتخطبتي ازاي؟ وفيها ايه يعني لما اتجوز محمد قدام الناس؟ ايه المشكله يعني؟ انا عملت لكم اهو اللي انتوا عايزينه، بس انا بحب شيماء صاحبتي قوي. اخرسي يا قلة الادب. لا بقول لك ايه، امشي اطلعي بره، روحي عيشي بجدتك زي ما انت كنت عايشه، ما انت هتلاقيكي بقيتي كده من يوم ما رحتي هناك. بقول لك ايه، انا كنت مرتاحه وانا عايشه لوحدي، انا ماشيه. وبعدها مشيت فعلا، وشويه وراحت لها شيماء. شيماء حبيبتي، هو انت ما سافرتيش عند مامتك؟ تعالي ادخلي، ده انت ما تعرفيش انت وحشاني ازاي. انا بصراحه مش فاهمه في ايه بالظبط. اول ما اتصلت بماما وقلت لها ان انا عايزاكي، لقيتها بتقول لي اياكي اشوف وشك تاني، وبعدها قفلت السكه في وشي. هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل لهم؟ ده نفس اللي ماما عملته معايا بالظبط. هو حصل لهم ايه؟ ما اعرفش. اوعي كده لحسن الجو حر قوي وانا عايزه ادخل اخد دش. بقول لك ايه، فين موبايلك؟ هاتي الموبايل ده لما اقفله. مش هم عملوا كده معانا؟ احنا بقى مش هنخليهم يعرفوا عننا حاجه. عندك حق، لازم فعلا نعمل كده معاهم. وفي بيتنا ده كانت قاعده هي وجيجي. الله يخرب بيتك يا ندى، ايه اللي انت عملتيه ده؟ الفيديو اللي انت شاورتيه ده جاب نص مليون مشاهده. انت عارفه لو عرفوا بالحركه دي عارفه هيعملوا فيكي ايه؟ ومين قالك ان انا هقول ان انا اللي عامله كده؟ انا هتصل بيهم وهقول لهم ان تليفوني اتسرق وما اعرفش اي حاجه عنه، وبعدين هم كانوا عارفين ان انا بصورهم على مبدا يعني الهزار زي ما كنا قايلين. طب وانت ليه عملتي كده مع ان كلنا عارفين ان هم اصحاب قوي؟ عشان يحترموا نفسهم شويه، مش هم مش عايزين تالت يخش ما بينهم، خليهم بقى يشربوا. لا والله، هو انت عامله كده عشان خاطر الحوار ده بس، ولا عامله كده بقى عشان خاطر عينك من محمد وهو مش راضي يبصلك؟ بصراحه كده ضربت كذا عصفور بحجر واحد. بس ايه رايك بقى في الحركه دي؟ وبدات تفتكر اللي حصل. فلاش باك. ال5 بنات كانوا عند صديقتهم معها يوم صباحيتها وبيباركوا لها. بنت انتي، هو فستان فرح بيعمل ايه هنا في اوضه الانتريه؟ مش حاطالي في اوضه النوم؟ يا بنتي الفستان ضخم جدا، عشان كده انا خليته هنا عشان ماما لما تيجي تبقى تاخده وتوديه بقى. وبعدين هو انت ناسي ان هو ايجار؟ بقول لك ايه يا مها، انا عايزه البس فستان الفرح ده، عايزه اقيسه كده بعد اذنك يعني. وصحيح، هو جوزك محسن فين؟ اول ما عرف ان انتوا جايين نزل تحت عند مامته عشان يسيبنا نقعد براحتنا، هو عارف ان احنا اصحاب قوي وكده يعني. يا خرابي عليكي، نزلتي عريسك يوم صباحيته عند امه عشان قال ايه نقعد مع بعض؟ ده انتي حلو قوي الكلام ده. انا هدخل بقى اقيس الفستان. وبعدها دخلت وخرجت. يا خرابي على الجمال، معقول انا هكون حلوه قوي كده؟ بس انا مش عارفه امشي بيه، همشي ازاي بس مع عريسي؟ بقول لك ايه يا بت، تيجي نعمل تجربه؟ ما فين البدله بتاعت عريسك؟ يخرب بيت فقركم، ده انتوا عيال فقر. البدله جوه في اوضه النوم، ادخلي قيسيها وتعالي. وبعدها دخلت. لا المشهد حلو قوي، لازم يتصور، بصراحه مش هينفع اسيبه كده. وبعدها مسكت تليفونها وفضلت تصور. وخرجت شيماء. الف مبروك يا عروسه، ايه الجمال ده يا بت؟ الله يبارك فيك يا حبيب قلبي. ومن هنا بنوثق فرحنا احنا الاتنين، انا وصاحبه عمري شيماء. دي اسعد ليله في عمري، يوم ما هتكوني انت عروستي يا قلبي. وبعدها دخل الاوضه. خلاص يا بنات غيروا بقى هدومكم، احسن جوزي يطلع فجاه ولا حاجه. وبعدها فعلا دخلوا غيروا هدومهم، وما يعرفوش بقى ان ندى هتنزل الفيديو على النت. نرجع فلاش باك. طب هنعمل ايه يا بنت انتي لو الموضوع ده كبر؟ انا شايفه ان الفيديو ده بينتشر بطريقه غريبه جدا. يحصل بقى زي ما يحصل، المهم ان محمد سابها وخلاص. وبعدها الباب خبط وفتحوا الباب. ايه ده، معقوله مها انت زي بنتي تيجي وانت اصلا فرحك كان اول امبارح؟ ايه المصيبه اللي حصلت دي؟ الفيديو بتاع ميرا وشيماء انتشر بطريقه غريبه جدا. ازاي يا جماعه الهزار ده؟ ايه الهبل ده؟ يا بنتي مش عارفه اعمل ايه، انا الموبايل بتاعي اتسرق وما اعرفش مين اللي سرقه. انت لازم تتصرفي، لازم تنزلي فيديو وتقولي ان الفيديو ده كان هزار واحنا كنا شله بنات وبنهزر مع بعض، كده سمعه البنات هتروح.
وانت بقى سايبه عريسك عشان تيجي تقولي لنا الموضوع ده؟ معقول ايه ندى اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت ازاي مش حاسه بالمصيبه اللي حصلت دي؟ بقولك الفيديو انتشر وبطريقه فظيعه، ولو انت ما طلعتيش وقلتي ان الفيديو ده كان هزار بينا هيحصل مصيبه. انا مش فاهمه يعني ايه البرود اللي انت فيه ده. ربنا يسهل يا مها، وروحي بقى انت لجوزك عشان ما يضايقش منك، هو انا هتصرف. تمام يا ندى، بس بالله عليكي حلي الموضوع ده بسرعه. انت ما تعرفيش جوزي عامل فيا ايه من ساعه اللي حصل ده، ولولا ان قال لي ان انا انزل عشان اقطع علاقتي بيهم ما كانش خلاني انزل البيت اصلا. طب روحي بقى عشان ما يضايقش منك، واللي هو عايزه فعلا اعمليه. وبصراحه ربنا كده ميرا وشيماء احنا شله سوا، بس هم واخدين جنب لوحدهم، يعني مش هتفرق حاجه يعني لما تبعدي. طيب تمام، انا همشي عشان حسين عمال يرن عليا عشان احنا مسافرين وما ينفعش اتاخر اكتر من كده، ولو في حاجه جديده كلموني. وبتسيبهم وبتمشي. وعند ميرا وشيماء كانت خرجت شيماء من الحمام، وشيماء قالت بنت يا ميرا ما تطلب لنا اكل، انت ما تعرفيش انا جعانه ازاي. ما تقلقيش يا قلبي، انا طلبته زمانه في طريق، هي دي برضه حاجه تفوتنا؟ ما انت عارفه شعار الصحوبيه بتاعتنا دلع كرشك وكل حاجه تيجي بعد كده. وفي الوقت ده بيرن الجرس، فميرا بتفتح الباب. ايه ده؟ هو الاوردر ده ليكم انتوا؟ في يا عم انت مالك متنح كده ليه؟ فين الاوردر؟ اتفضلوا. استغفر الله العظيم يا رب، والله لو اعرف ان الاكل ده ليكم ما كنت جيت ابدا. جرى ايه عرة الرجاله يا راجل يا نص كم؟ انت بتقول كده لمين؟ ها انت مجنون يالا ولا ايه؟ خلاص ما هو مش نوع الرجاله ده هو اللي يعجبك، خلينا ساكتين بقى. جاتكم القرف في اشكالكم. ايه طريقه كلامك دي؟ هاتي يا شيماء الفلوس من الشنطه، هاتي عشان احاسب. وفي الوقت ده بتيجي شيماء وهي لابسه فوطه على راسها. خدي يا حبيبتي وشوف بقى فكه معاك. معقول الكلام يبقى صحيح وهم عايشين مع بعض كده؟ استغفر الله العظيم. ها انت يا استاذ رحت فين؟ انا عماله اتكلم معاك بقالي ساعه وانت مش هنا خالص. معاك يا فندم. لا بقول لك ايه، خد الباقي علشانك، مش عايزه حاجه، امشي. طب بقول لك ايه، خدوا فلوسكم، انا مش عايز منكم حاجه. وفعلا بيطلع الفلوس الباقيه وبيسيبهم وبيمشي. ماله ده؟ والله ما بقتش فاهمه حاجه، اول مره اشوف حد كده. يا ستي كبري دماغك، يلا خلينا ناكل بقى قبل ما الاكل يبرد. وفعلا بيقعدوا ياكلوا، ولما بيخلصوا اكل والله يا بنت يا ميرا بجد العزله على الناس حلوه قوي، ما تعرفش انا مبسوطه ازاي، وبالذات بقى وانا قاعده معاكي في مكان واحد. وانا كمان يا قلبي، بس احنا بقى عايزين نصحصح لنفسنا عشان ننزل المشروع بتاعنا بكره، ما ينفعش نفضل نايمين كده. عندك حق، بكره لما اهلنا يلاقونا ناجحين هيزعلوا انهم عملوا فينا كل ده. على رايك، ويلا بقى خلينا ننام، اصل انا فصلت خالص. وبيدخلوا يناموا وده كله قافلين موبايلاتهم، وتاني يوم الصبح بيصحوا وبيلبسوا وبيروحوا نازلين. شيمو بيفكرني بقى نجيب شويه طلبات واحنا راجعين، مش معقول نبقى قاعدين في البيت كده ومفيش اي اكل. حاضر يا حبي تمام. وفي الوقت ده بيعدي راجل من جنبهم وهو بيسمع كلامهم. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا مش فاهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ هو انت بتكلمنا احنا يا عمي؟ هو في ايه؟ الراجل بيبص لهم بقرف وبيسيبهم وبيمشي. ماله ده؟ بشرح حلوه يا بنت يا شيماء، شكلنا هننجح قوي قوي في المشروع بتاعنا، بس تعالي الاول نروح نفطر بقى عند عمي بندق، عليه شويه فول ايه يستاهلوا بقك. لا طبعا، هو انت عايزانا نفطر على عربيه فول؟ انا مستحيل اوافق على حاجه زي دي. بطلي بقى كلامك ده، ومش هخليكي تفطري في اي مكان الا هناك، ويلا بقى عشان ما خليكيش تزعلي، انت حره. وبيروحوا على هناك، واول ما بيوصلوا بيكون في ناس كتير، ولما بيشوفوهم بيسيبوا عربيه الفول وبيمشوا. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ امال الزباين اللي كانوا هنا راحوا فين؟ الحق يا معلم، تعالى معايا بسرعه وانا هقولك في ايه. وبندق بيروح معاه. في اخر صبري، خدتني ليه؟ ولا انت عايز بقى الاتنين دول يمشوا هما كمان زي ما غيرهم مشي؟ طب انا هوريك بقى. وبيمسكوه من هدومه. قول ياض، مين بقى اللي مسلطك عليا عشان تطفش لي الزباين؟ ده انا هوديك في 60 داهيه انت واللي مخلفينك. اهدى بس يا معلم، والله ما في الكلام ده، انت شكلك كده مش بتتفرج على النت كتير، شوف مين بنات دي وشوف الناس بتقول عليهم ايه. وبيفتح له الفيديو. يا سواد الحلال يا سواد الحلال، معقول ده كله حصل وانا نايم على ودني؟ انا كده فهمت ليه الزباين تفشوا، اكيد من خلقتهم. وبيخرج بره. ما يلا بقى يا معلم، احنا تعبنا من الوقفه، عايزين نمشي، وبعدين صاحبتي هتقول ايه عليا؟ ده انا اللي صممت نيجي عشان ناكل عندك. مفيش اكل، الاكل خلص. شوفي يا اختي انت وهي مكان يلمكم انتوا الاتنين، وبعيد عني خالص، انا راجل باكلها بعرق جبيني، انا مش ناقص مصايب على الصبح. هو انت مالك يا عم بتتكلم كده ليه؟ هو انت يعني كنت هتاكلنا على حسابك ولا ايه؟ يلا يا اختي يلا امشي قدامي، ادينا سمعنا كلمتين من اللي يسوى واللي ما يسواش. في 60,000 داهيه. وانت يلا جيب ميه رش مطرحهم، خلي الزباين يرجعوا تاني. انا مش فاهم يعني كنت استبحت على وش مين بس يا ربي، عشان قال ايه يسيبوا كل عربيات الفول ويجوا يقفوا عندي انا. عاجبك كده اختياراتك؟ ادينا اهو طردنا من عربيه الفول، شوفي بقى البرستيج بقى في الارض ازاي. مش وقته خالص برستيج ولا نيله، انا عايزه بقى اكل، انت عارفه كويس قوي ان انا لو ما اكلتش انا هفضحك، شوف لنا بقى مكان على ذوقك. تعالي يا اختي عشان تعرفي مجابي من مجايبك. وبتاخدها وبيروحوا المطعم حلو قوي، واول ما بيدخلوا بيلاقوا الزباين اول ما بيشوفوهم بيروحوا قايمين على طول وبيمشوا، وهما بيبصوا لهم بقرف. بنت يا ميرا مالهم الناس دول عمالين يبصوا لنا كده ليه؟ واول ما دخلنا سابوا المكان وبيمشوا على طول. هو في ايه بالظبط؟
مش عارفه يا اختي، شكلنا حد مهم في البلد ولا ايه؟ بقول لك ايه، تعالي نقعد، خلينا ناكل، اصل انا حاسه ان في حاجه غلط بس مش مهم. ربنا يستر، انا مش فاهمه في ايه. لسه جايين عشان يقعدوا، بيجي صاحب المطعم. انتوا بتعملوا ايه؟ احنا خلاص شطبنا وما فيش اي اكل موجود واحنا هنقفل. يلا يلا. هو في ايه بالظبط؟ الوقت لسه بدري، احنا بقى مش هنمشي من هنا غير لما ناكل، سمعت ولا لا؟ خلاص يا ميرا خلينا نقوم، مش عايزين مشاكل اكتر من كده. اسكتي انتي، والله لو ما دخلت وجبت لنا الاكل اللي احنا عايزينه انت ما تعرفش انا ممكن اعمل ايه، والمحل ده هيكسر على نافوخك. انت ما تعرفش انا مجنونه قد ايه، سمعت ولا لا؟ ثانيه واحده، هو الاكل هيبقى على الترابيزه بتاعتكم؟ وبيسيبهم وبيمشي. يخرب بيت عقلك، انا مش فاهمه انت ازاي بتحاولي في ثانيه كده، ده انت خليتيه بقى شبه الكتكوت المبلول. ما هم صنف كده ما يجوش الا كده. بس بقول لك يا بنت يا شيماء، هو انت مش ملاحظه ان في حاجه غريبه على الصبح كده؟ انا خايفه لا يكونوا اهالينا لعنونا بلعنه وهي اللي عامله فينا كده عشان مش بنسمع كلامهم. لا لا، انت مش طبيعيه، معقوله عشان انت جعانه دماغك وصلتك لكده؟ واسكتي بقى، الاكل نازل اهو، يلا خلينا ناكل. اصل انا حاسه المكان ده مريب من ساعه ما دخلنا، والعمال عمالين يبصوا لنا ولا كاننا عاملين عامله، وفعلا بياكلوا وبيسيبوا الحساب وبعدها بيمشوا، وكل ما حد يقابلهم في الشارع بيبصوا لهم بقرف وبيمشي. وكانوا بيبقوا عايزين يتخانقوا مع اي حد يقابلوه لغايه ما وصلوا لحد المشروع بتاعهم وبدوا يعملوا الشغل اللي ناقص، واول ما بيخلصوا بيمشوا على طول. بقول لك يا بنت يا شيماء، انا هفتح التليفون بتاعنا نكلم بقى البت مها، زمانها هتقول علينا ايه، ما سالناش عليها. روحي كلميها انت، انا خلاص النهارده فصلت خالص من اللي حصل فينا. بقول لك ايه، بيسلمي لي عليها. وبتسيبها وبتدخل بترن على مها، بيديها مشغول. هو ايه اللي بيحصل؟ معقول ما حطاني في البلاك ليست؟ طب ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ ده احنا اخر مره كنا كويسين سوا. وببص كده بلاقي رقم غريب بيرن عليا، واول ما فتحت، الو ايوه يا فندم، مين معايا؟ اخيرا يا استاذه ميرا فتحتي التليفون بتاعك، احنا بقالنا فتره واحنا عمالين نحاول نتواصل معاكي او مع الاستاذه شيماء وبنلاقي التليفونات مقفوله. ايوه برضو انا مش فاهمه. انا المذيع جمال، انا عايزه استضيفكم في البرنامج بتاعي وهيبقى بكره، ويا ريت بقى ما ترفضوش طلبي. معقول كلامك ده؟ يعني هنبقى معاك بكره على الهوا؟ طبعا موافقين وهنيجي على الميعاد على طول. وبقفل معاه وانا مبسوطه، واول ما بقفل بروح بسرعه عند شيماء اللي كانت نامت. شيماء اصحي يا بنت يا شيماء، انا عندي خبر، انما ايه لوز اللوز، اصحي بقى يا غيبوبه يا بنت، ده احنا هنبقى من مشاهير العالم وانت نايمه لي. قومي بقى. عايزه ايه يا ميرا؟ والله لو ما بطلتي اللي انت بتعمليه ده انا همشي واروح لاهلي ودلوقتي حالا، عشان بجد عايزه انام. نوم ايه يا بنتي؟ مش انا بقولك غيبوبه؟ قومي يلا، خلينا بقى نجهز نفسنا، شكل المشروع بتاعنا مسمع يا بنت قبل حتى ما نفتحه. امال هنعمل ايه لما يتفتح؟ دول طلبونا برنامج وعلى التلفزيون، انت متخيله؟ احلفي قولي ان انت بتكلمي جد، قولي ان انا مش بحلم. لا طبعا مش حلم. قومي بقى خلينا نشوف هنعمل ايه، ده اهالينا هيبقوا فخورين بينا بسبب اللي احنا عملناه. وعند مها كانت قاعده هي وجوزها. والله يا حسين احنا كلنا كنا موجودين، والكلام اللي على ميرا وشيماء كذب. انا مش فاهمه ازاي ندى لحد دلوقتي ما عملتش فيديو عشان تكذب الخبر، وكان لازم تقول ان كان كل ده هزار بينا مش اكتر. هو انا مش اتكلمت معاكي في الحوار ده وقلت لك مالكيش دعوه بيهم؟ هو انت ايه ازاي مش بتسمعي كلام؟ ايه اللي بتقوله ده يا حسين؟ انت لما قلت لي اعمل لهم بلوك عملت عشان ما تزعلش مني، وفي الاخر تقول كده؟ بس انا زعلانه عليهم انهم اتشهر بسمعتهم. عشان خاطري يا حسين بلاش اللي انت بتعمله ده. انت عارف ميرا وشيماء بالنسبه لي ايه، وما ينفعش يكونوا في ازمه وانا واقفه اتفرج عليهم. وفي الوقت ده بيجي لها رساله من ندى. ايه ده؟ ازاي كده؟ انا كده فهمت. حسين عشان خاطري احنا لازم ننزل القاهره دلوقتي حالا، لو ما نزلناش هتبقى مصيبه. معقول عايزه تقطعي شهر العسل عشانهم؟ بس خليكي فاكره الموضوع ده كويس قوي معاها، وان انت اللي عايزه تعملي مشاكل من اولها وبسبب اصحابك. ها؟ وبيدخل جوه وبيسيبها. وتاني يوم ميرا وشيماء بيجازوا وبيروحوا على البرنامج، والناس اول ما بيشوفوهم كانوا عمالين يبصوا لهم جامد، وبالذات هم شايفين اسئله في عيونهم كتير، بس محدش فيهم جه ولا سالهم عن حاجه. وقعدوا، واول حاجه سالها المذيع، هو انتوا راضيين على اللي انتوا عملتوه ده وما كنتش خايفين من المجتمع لما عملتوا حاجه زي دي؟ لا طبعا بالعكس، المفروض كل البنات يبداوا يعملوا معانا كده، بالعكس احنا فخورين جدا من اللي احنا عملناه، ولو رجع بينا الزمن هنعمل كده تاني. نعم انت بتتكلمي جد؟ يعني ما فيش اي ندم؟ انا مش مصدق. انا قلت لما تيجوا تقعدوا معايا هنا هتفضلوا تقولوا كلام كتير ومبررات على اللي انتوا عملتوه. لا طبعا، ده احنا المفروض نبقى شرف لبنات كتير وياخدونا كمان قدوه، وطول ما البنات خايفه مستحيل تتقدم خطوه ومستحيل يعملوا اللي هم عايزينه. طب ثانيه واحده، احنا معانا مكالمه تليفونيه من الاستاذ محمد ابو الاستاذ ميرا. الله، معقول بابا هيكلمني على الهوا؟ انا مش مصدقه، اكيد هيبقى فخور بيا. واول ما ابوها اتكلم، عاجبك الفضايح اللي انت عاملاها دي؟ انا مش عارفه اوري وش الناس بسبب اللي انت هبلتيه ده، انت والزفته اللي جنبك دي خليتوا صورتنا على كل لسان بسبب العمله المهببه اللي انتوا عملتوها. حرام عليكم. في يا بابا مالك بتتكلم كده ليه؟ اوعى يكون برنامج مقالب وجايبيننا بقى عشان تضحكوا الناس علينا، بس انا بقى مستحيل اخليكم تعملوا كده. لا لا، على فكره بقى باباك يقصد العلاقه بينك وبين صاحبتك، يعني حبكم لبعض وكده بقى، انت فاهمه؟ هو في ايه يا جماعه؟ ايوه انا بحب صاحبتي ومبسوطه جدا في حياتي معاها، ومش عارفه انتوا ليه متضايقين من الحوار ده. يعني انت مش مغلطه نفسك خالص وشايفه ان انت مش بتعملي اي حاجه غلط؟ على فكره عيب وحرام اللي انت بتعمليه ده يا نسا. فكرتين فيلم عمارة يعقوبيان، الكلام ده عيب وحرام. صح؟
طب ما انتوا كده في الحياه يعني. خليني ساكت بقى، انا اصلا محتقر نفسي قوي عشان قاعد معاكم، بس اعمل ايه؟ البرنامج بقى عايز كده. نعم يا عمر، الكلام ده لينا احنا بقى ان شاء الله ولا ايه؟ اقعد ياض معوج واتكلم عادل. انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ الله يا بت يا شوشو، عجبتني قوي. شفتي بقى قعدتك معايا جابت لك فايده ازاي؟ هو انت هبله يا بت ولا ايه؟ هو انت مش عارفه هو بيقول ايه؟ ده يقصد يعني ان احنا كده يعني. لا يا حبيبي احنا مش كده. يعني هو انا كنت جبت حاجه من بيت ابويا؟ ما انتوا اللي عملتوا الكلام ده، وكمان مشاورين فيديو. وبعدها فتح الفيديو وعمله علني. يا لهوي يا لهوي، يا نهار مهبب، ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ احنا كنا بنهزر على فكره، مستحيل. ايه ده؟ لا والله بتهزروا؟ ايه الكلام ده؟ ما انتوا عايشين مع بعض بقى ونازلين في كل مشوار مع بعض. ايوه احنا صحاب عادي، والله ما فيش اكتر من كده. يخرب بيتك يا شيماء، مين اللي صور الفيديو ده؟ البت ندى، الله يخرب بيتها. وفي الوقت ده جري وراحوا على بيت ندى. جرى ايه يا محمد؟ في ايه؟ انا شايفك مكشر كده ليه؟ هو انت جاي تخطبني غصب عنك ولا ايه؟ لا يا ندى مش كده والله، بس انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع ميرا. هي فعلا زي ما نزلت في الفيديو كده؟ يعني هي كده فعلا مع صاحبتها؟ تاني هنتكلم في الحوار ده؟ ايوه، واتكلمت معايا انا والبنات، البنات كلهم شاهدين. الله. وبعدها ميرا وشيماء دخلوا. اتكلمت مع مين يا اللي تنشكي في بطنك؟ بقى انا كنت كده ولا كنا بنهزر؟ حرام عليكي. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك بيتي؟ امشي اطلعي بره، انا ما يشرفنيش اكون صاحبتكم. يلا بره. وحياة امك يا بنت، مش احنا كنا بنهزر؟ وانت عارفه ومتاكده من الكلام ده كويس قوي ولا ايه؟ وبعدها دخلت معاها. ايوه يا محمد الكلام ده حقيقي، الفيديو ده كان في بيتي واحنا كلنا كنا عمالين نهزر، والفيديو بقى كامل على الموبايل بتاعي، وانا بقى هوريهولك حالا، وهتعرف بقى ان الحيوانه ندى دي هي اللي كدابه. وبعدها وريته الفيديو من اوله. يا نهار ابيض، هي اللي انت عملتيه ده يا ندى؟ بقى معقول واحده تعمل كده في صحابها؟ اول ما بعتت لي وقالت لي بقى انها تتخطب لك، عرفت اللعبه القذره اللي هي عملتها. بس ما قلت تعملي كده في صاحبتك وتشوهي سمعتها؟ عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كده؟ ربنا يعلم انا كنت بحبك ازاي، شكلي ايه قدام اهلي وقدام صحابي والناس كلها. ايوه عملت كده عشان محمد ما كانش راضي يحس بيا. قلت بقى لما يفهم انك بنت مش تمام هيسيبك وهيجيلي انا، وده اللي حصل. شيماء كانت بتصور الكلام ده فيديو. واظن كده بقى يا جماعه عرفتوا الحياه كلها، وان احنا بنات كويسه جدا، بس العيب بقى ان احنا دخلنا واحده زي دي حياتنا. بتهببي ايه؟ الله يخرب بيت التليفونات اللي عملت كده فيكم. صورته لايف، كان لازم بقى نثبت قدام الناس كلها ان احنا بنات كويسه ونرجع حقنا. شيماء عندها حق، زي ما غلطت وشارت الفيديو لازم هي كمان تتفضح قدام الناس كلها. امشي اطلعي بره. الهبل اللي انت بتقوليه ده، احنا في بيتها يا غبيه، يلا نطلع بره. وبعدها كله مشي. حقك عليا يا ميرا، انا اسف، ما تزعليش مني، بس بجد انا صدقت الكلام ده عليكي. المفروض قبل ما تحكم على حد تشوف الاول، يعني لو كنت جيت وكلمتني انا كنت هقول لك الحقيقه، وما كانتش الفضيحه بقى بالطريقه دي خالص. على الاقل كنت عرفت بدري. طيب هنتجوز امتى بقى يا حب العمر؟ انا مش هقدر اعيش من غيرك. بس قبل ما تتجوزها لازم بقى تفضي لي اوضه في شقتكم. انت تاني؟ الله يخرب بيتك، ابعدي عني بقى، هنلبس التهمه المره دي. وبعدها فضلوا يضحكوا وبعدوا عن ندى خالص، واتجوزت ميرا من محمد. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.